السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، ما هذه الحياة؟ ما حقيقتها؟ ما حكمة خلقها؟ وما سر وجودها؟ ومن أين جاء إليها هذا الإنسان؟ ولماذا جاء إليها؟ وإلى أين يذهب بعد أن يؤدي دوره على مسرحها؟ ما بال الناس يولدون ولا يؤخذ لهم رأي، ثم ما بالهم يموتون ولا يؤخذ لهم رأي؟ من أين أتوا وإلى أين ذهبوا؟ أسئلة محيرة حارت في فهمها العقول في القديم والحديث، وعجزت كل الفلسفات والنظريات عن الإجابة عليها، وعاش الإنسان في عذاب وفي شقاء، وهو لا يدري من أين جاء، ولا يدري لماذا جاء، ولا يدري إلى أين بعد أن يموت. حتى قال شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف سرت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري، ولماذا لست أدري؟ لست أدري. إنه منتهى الضياع وغاية الضلال أن يعيش الإنسان وهو لا يدري لماذا يعيش. لو كنت مسؤولا عن المرور ووقفت على طريق عام وكلفت بمراجعة وفحص هويات المسافرين والسائقين، ثم مرت عليك سيارة وسألت سائقها وقلت له: منين جيت؟ قال لك: ما أدري. طيب وينك رايح؟ قال: ما أدري. قال: طيب وليش جاي؟ قال: ما أدري. بما تحكم عليه؟ تقول إما أنه مجنون أو إنه سكران، لا يدري منين هو جاي، ولا يدري وين هو رايح، ولا يدري ليش يمشي. وهل يمكن أن تسمح له بالسير في الطريق؟ رأسا تمسكه على جنب، والطريق مسافة 2 أو 3 إلى القصيم أو إلى الدمام، أو ساعات إلى مكة المكرمة. ممنوع أن يسير في الطريق هذا الذي لا يعرف منين جاء، ولا يعرف وين هو رايح، ولا يعرف لماذا جاء. الرحلة زمنها 2 أو 3 أو 10، لا يسمح بالسير فيها لمن لا يدري، فكيف بمن يقطع رحلة العمر 60 سنة 70 سنة 80 سنة وهو لا يدري من أين جاء، ولا يدري لماذا جاء، ولا يدري إلى أين بعد أن يموت؟ إن هذا غاية الضلال، وإن هذا منتهى العذاب. والإنسان بمجرد معلوماته وإمكانياته لا يمكن أن يدري لماذا جاء، لأنه ما جاء باختياره. هل أخذ رأيك أنت لما خلقت؟ لا، خلقت غصبا عنك. وهل يؤخذ رأيك عندما تموت؟ لا، تموت غصبا عنك. أجل من الذي يدري لماذا جيت وين تروح؟ الذي خلقك، الذي جاء بك، هو أعلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن الخالق قد بين لنا لماذا خلقنا، لأنه لا يوجد إلا أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن الإنسان خلق عبث من غير حكمة، وليس لوجوده معنى، وليس لحياته حكمة، وإنما عبث، يعيش ويموت. هذا احتمال أول. والاحتمال الثاني أنه خلق لحكمة. ما في غير الاحتمالين، إما أنه مخلوق عبث أو مخلوق لحكمة. أما الاحتمال الأول وهو أنه مخلوق عبث فقد أبطله الله، وتوعد القائلين به بالويل
والنار، لأن الله منزه عن العبث. الله يعبث؟ لما تجي تجد شركة بنت عمارة أو دولة فتحت جامعة، تفتح الجامعة عبث؟ الشركة تبني هذه العمارة عبث؟ أنت نفسك ما تسوي شيء عبث. إذا عندك مزرعة تحفر حفرة عبث؟ تبني جدار عبث؟ لا، العبث منزه أنت لأنك عاقل. طيب كيف تتصور أو تتوقع أن الله يبني السماوات والأرض ويخلق الجبال والشجر والدواب والنجوم والكواكب والشمس والقمر وكل هذه العوالم يخلقها الله عبث؟ لا، يبطل الله هذا الزعم ويقول في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول: أتظنون أن الله خلقكم عبث فقط من غير حكمة بس تأكلون وأنكم ما بترجعون إلى الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ثم قال عز وجل: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. تعالى الله، تقدس الله، تنزه تبارك وتعالى عن أن يخلق عبث. لا إله إلا هو، كيف يخلق عبث؟ لا، لم يخلق عبث. ويقول عز وجل في آية ثانية: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أي عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا زعم وظن الكفار. الآن الكفار فجروا الذرة، طوعوا المادة، سبحوا في الفضاء، غاصوا في الماء، اخترعوا الكهرباء، يعني منجزات. لكن تسألهم تقول ليش تعيشون؟ قالوا بس عبث. يقول الله عز وجل فيهم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. أي لا يزعم هذا الزعم ولا يظن هذا الظن ولا يعتقد هذه العقيدة إلا الكافر. فماذا يكون مصيره؟ اسمعوا: فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. معقول هذا؟ معقول يصير المصير الذي آمن وعمل الصالحات مثل المفسد؟ الذي كان تقيا يصير مثل الفاجر؟ لا. فويل للذين كفروا من النار. ومن هو الذي يقول هذه الكلمة يا أخواني؟ إنه الله. وما هي النار التي يتوعد بها؟ نار حرها شديد وقعرها بعيد وعذابها أكيد وطعام أهلها القيح والزقوم والصديد، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من شعابها بكيا من ترادف عذابها: يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، يا مالك العدم والله خير من هذا الوجود. فلا يجيبهم قدر عمر الدنيا منذ خلقها الله حتى يفنيها مرتين وما في جواب. وبعدين يتصورون أن بعد هذا الصبر أن في إجابة، يقولون في فرج، ما جاء السكوت إلا وبعده فرج. فيقول الله لهم: قال إنكم ماكثون. يقول لهم مالك خازن النيران: إنكم ماكثون، يعني مكانكم زين. وين هو مكانهم؟ في النار. وتأمل بشيء من الجدية قضية النار. تصور الفراش نار، لهم من جهنم مهاد، والدفاء نار ومن فوقهم غواش، والطعام نار زقوم، والشراب نار
قيح وغسلين وصديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عبث. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق أي الرسالة والدين على الباطل أي على الكفر فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا وعيد شديد، لكم الويل يا من تصفون الله أنه خلق السماوات والأرض عبث ولعب. أجل لابد أنها خلقت لحكمة، ما دام الله أبطل أنها خلقت عبث وأنها خلقت باطل وأنها خلقت للعب، أجل خلقت لحكمة. ما هي الحكمة يا ربنا؟ ما هي الحكمة من خلقنا؟ جاءت الحكمة واضحة في كتاب الله في سورة الذاريات، يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة، والحصر بين ما وإلا يفيد انحصار الغرض في العبادة، لأنه قال ما خلقت الجن والإنس، نفي إلا ليعبدون، إثبات العبادة. مثل واحد يسألك يقول هل في المسجد أحد، تقول ما في المسجد إلا رجل، يعني كم فيه في المسجد؟ واحد. إذا دخلت عليه اثنين تقول له كيف تقول في المسجد ما في إلا واحد وفيه اثنين؟ أجل كلامك غير صحيح. الله يقول ما خلقنا إلا ليش؟ للعبادة. واللي يقول لا أن الله خلقنا للعبادة وشيء ثاني يقول كذاب. ما أنت اللي خلق، اللي خلق يعرف ليش خلق. الخالق يبين لنا حكمة خلقنا وأننا نعبده. طيب نعبده نحن بس ولا كل شيء يعبده؟ كل شيء يعبده. طيب لماذا نص على أننا بس اللي نعبده والبقية كلها تعبد الله؟ السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر، بل كل ذرة من ذرات الكون تسبح الله. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما يعرف تسبيح المخلوقات إلا الذي خلق المخلوقات. كل أمة من الأمم وكل ذرة من ذرات الكون تسبح الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. واحد من الناس كان يناقشني قال يعني حتى الحمير تسبح؟ قلت نعم تسبح. قال كيف؟ قلت يلزمك انك تصير حمار عشان تعرف لغة الحمير، عشان تعرف كيف تسبح. اي نعم، انت انسان تسبح. والله يقول: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ويقول عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. ويقول عز وجل بصيغة الماضي ثم المضارع قال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ثم يبين الله بآية صريحة أن كل الكون يخضع له ويسجد ويعبده ويصلي. قال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ بقي أحد؟ من في السماوات ومن في الأرض يسجد لله إلا العاصي. العاصي لا يرفع راسه، هذا يستحق الدمار والعذاب. أما السماوات والأرض وما فيها قال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله. لما جاء عند الإنسان قال: وكثير من الناس، مو كل الناس، كثير، وكثير ثاني حق عليه العذاب لأنه ما سبح الله ولا سجد لله ولا أطاع الله ولا عبد الله. ومن يهن الله فما له من مكرم. من أهانه الله بعدم الالتزام بالدين، من أهانه الله بالسير في ركاب الشياطين، من أهانه الله بالانسلاخ من هذه الكرامة الربانية. تدري أن الدين كرامة، الدين عزة، الدين رفعة. أما يكفيك شرف أنك في الأرض تعبد الله الذي في السماء، وأنك موصول بالله في كل يوم 5 مرات وأنت تتصل بالله كل يوم 5 مرات وأنت تقف تنادي الله.
وبعدين الله يتولى أمورك لدرجة أنه يبين لك كيف تأكل. أي كرامة للإنسان أعظم من هذا؟ كيف تأكل يبين لك الرسول كيف تأكل، كيف تنام كيف تنام، كيف تدخل الحمام كيف تدخل، كيف تجلس كيف تجلس، كل شيء من أمورك عليه أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كرامة ولا ما هي كرامة؟ لكن بغير الدين وش تصير؟ واحد من القطيع البهيم خلاص حشرة لا يبالي الله بك أيها الإنسان، ما له قيمة عند الله، بل يقول الله إن الذي لا دين له أضل عند الله من البهائم. يقول عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليسوا كالأنعام، ليتهم بقر، البقرة تحلبها والثور تذبحه والحمار تركبه والجمل تشد عليه، لكن العاصي وش تسوي به؟ شر وفساد في كل أموره والعياذ بالله، بل هم أضل سبيلا. أجل الدين كرامة. قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم. من يكرمك إذا أهانك الله؟ الحياة بيده والموت بيده والرزق بيده والوضع بيده والرفع بيده والجنة بيده والنار بيده والعذاب بيده والنعيم بيده. إذا أكرمك ربي فوالله لو أهانتك الدنيا كلها إنك كريم، وإذا أهانك الله والله لو أكرمتك الدنيا كلها إنك مهان. جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله أعطني وأكثر فإن مدحي زين وذمي شين. يقول أكثر لي، إذا مدحتك برفعك وإذا ذميتك بنزلك. قال كذبت، ذاك هو الله الذي مدحه زين وذمه شين. والآخر يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. والآخر يقول فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا ربي حلوا قبل أن أهواك. دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك. أنت بالدين في كرامة، أنت بالعبادة في عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. أجل لماذا نص الله تبارك وتعالى في آية الذاريات على أن خلق الجن والإنس للعبادة رغم أن المخلوقات كلها تعبده؟ قال العلماء بسبب، وهو أن جميع المخلوقات تعبد الله عز وجل مسخرة من غير اختيار. الشمس تجري مسخرة، الله يقول وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. هل في يوم من الأيام تأخرت الشمس عن الطلوع وقالت اليوم أنا باخذ إجازة أنا تعبت أنا أدور؟ لا، تطلع. ليه؟ باختيارها. لو هو باختيارها كانت تعبت وجلست، لكن غصبا عنها تطلع مسخرة. كل ما في الكون يعبد الله بطريقة آلية مسخر فما يملك شيء. أما الإنسان والجن، الإنس والجن، فالله تبارك وتعالى كرمهم بالتكليف وأعطاهم الاختيار وبين لهم أنه خلقهم للعبادة حتى لا يختارون الطريق الأسوأ، حتى لا يضلون ويقولون ما دام احنا نقدر نسوي العبادة أو لا نسويها يمكن لا نسويها. قال لا ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحتى لا يشتغلون بالرزق وتحصيله قال ما أريد منهم من رزق، الرزق ما هو عليهم، وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب ما هي العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها؟ أهي أن نصلي طول زماننا وأن نصوم طول زماننا وأن ننعزل في المساجد وأن نبقى على القرآن والذكر فقط؟ لا، ليس هذا هو مفهوم العبادة الشامل. العبادة كما يعرفها العلماء، وهذا موجود عند الطلاب الابتدائي، تعريف العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل عمل يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، ولكن هذه العبادة لها أسس.
الأساس والقاعدة الأولى للعبادة التوحيد. فالذي يبني دينه على غير قاعدة وعلى غير توحيد هذا لا دين له، لأن الله يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت إيش يحصل؟ ليحبطن عملك. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الأنبياء من قبله لو أشركوا يحبط عملهم، يقول الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أجل أول شيء تأسس به حياتك العقيدة، التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بفعلك أنت وفعلك العبادة والدعاء والذبح والنذر والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة والخوف. كل هذه أعمال العبادة توحد الله فيها، ما تخاف إلا من الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تحلف إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تنذر إلا بالله. هذه كلها اسمها توحيد الألوهية، وهذا المهم. ولا الأول أقر به المشركين توحيد الربوبية أن الله الخالق الرازق، هذه أفعال الله. المشركين أقروا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش يقولون؟ لا يقولون الله، لكن ما نفعهم هذا لأنهم ما وحدوا الله بتوحيد الألوهية وهو فعل العبد نفسه. والتوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تثبت لله كل اسم وكل صفة أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل، بل نؤمن أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا التوحيد. وتجتنب الشرك. إذا أنك اجتنبت الشرك وحتى الله التوحيد، أجل هذه القاعدة تبقى بعدين تزرع أعمدة الدين. أعمدة الدين أهمها الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحب في الله، البغض في الله، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صلة الأرحام، الدعوة إلى الله، قراءة القرآن، ذكر الله. هذه اسمها أعمدة، أبنية للدين، وتتفاوت في أهميتها بحسب النصوص الشرعية التي ثبتت بها. أهم شيء بعد الشهادتين الصلاة. طيب، ثم بعد ذلك تأتي كلمة العبادة لتغطي كل جزئية من جزئيات حياة المسلم، فيعيش المسلم 24 ساعة عابدا لله في محراب العبادة، رغم أنه يأكل ويشرب وينام ويبيع ويشتري ويخرج ويروح، لكن كل شيء حسنات. ليه؟ لأنه يعمل حتى المباحات بنية العبادة، فتتحول المباحات إلى عبادات. يقول عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة. بضع أحدكم يعني إذا جاء الرجل زوجته يلقى عليها إيش؟ صدقة، يعني أجر، ثواب. والإنسان يستغرب، لأن الأجر والثواب لا يأتي إلا على العمل الصالح. إذا صليت أو زكيت أو صمت أو حجيت أو جاهدت تعين صدقة، لكن تجي زوجتك تعين عليها ثواب. فالصحابة استنكروا واستغربوا وقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ يعني ألذ شيء عنده في الحلال أيأتيه ويأخذ ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ما أعظم هذا الدين أيها الإخوان. حتى شهواتك ومباحاتك إذا أحسنت النية فيها، جئت زوجتك لتحسن فرجك ولتعف امرأتك ولتبتغي الولد الذي يعبد الله في هذه الأرض، يكون هذا العمل الذي تمارسه رغم أنه عمل جنسي بحت، لكن يتحول بالنية الحسنة إلى عبادة، كأنك تصلي، تخرج من هذا العملية ومعك حسنات لا يعلمها إلا الله. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. وفي كلفة إذا لقيت المسلم وقلت: السلام عليكم، صبحك الله بالخير يا أبو فلان، كيف حالك يا أخي؟ في تعب؟ لا، ما في تعب، لكن هذا العمل أجر، ثواب. ليه؟ قال العلماء: لأن الابتسامة في وجه المسلم تزيل الغم والهم من قلبه، وتفتح أسراره، وتحسن ظنه فيك، ويحبك
وتقوم الحياة في المجتمع المسلم المتحاب المتآلف الذي يضحك بعضهم إلى بعض ويبتسم بعضهم إلى بعض ويتحمل بعضهم عن بعض ويعفو بعضهم عن بعض ويحسن الظن بعضهم في بعض. تقوم الحياة على هذا الروح فينشأ الدين. الدين لا ينشأ أبدا في مجتمع مفترق. ولهذا لما أراد الله أن يظهر دينه في المدينة كان أول عمل عمله ألف بين قلوب الناس. يقول الله هو الذي ألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول في حديث صحيح دب إليكم داء الأمم قبلكم ألا إنها الحالقة. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، تصيره أصلع. وش الحالقة هذه؟ البغضاء. وتكون حالقة أشد إذا انتشرت بين طلبة العلم. وهذه المصيبة هي مصيبة بين المسلمين عامة، لكن إذا انتشرت بين طلبة العلم العاملين للدين بغضاء وشحناء وتحزبات وتفرقات، وهذا من جماعة وهذا من حزب وهذا من آل وهذا، أعوذ بالله، كيف تعملون للدين وهذه أخلاقكم؟ والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. طيب كيف نزرع المودة والمحبة في قلوب الناس؟ بالابتسامة وبالسلام. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. إذا جيت مجتمع والسلام مفشي ظاهر ما يمر مسلم على مسلم إلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، احكم بأن المجتمع هذا مبارك وفيه خير. وإذا رأيتهم يمشون كالخشب والعياذ بالله أو كالثيران المتناطحة، هذا يقول براسه وذاك يقول براسه ويمر من عنده وهو مسلم ولا يسلم عليه. ليش؟ وإذا سلم بعض الناس ما يرد السلام، يبدي يطالع فيك يشوف من انت عرفته، فإن كان عرفك قال لا حياك الله، وإن كان ما عرفك قال ولا رد السلام. وقد ابتليت مرة وأنا في مكة، مررت على واحد يبيع فول جالس الجرة قدامه وهو يقول بقى، فقلت السلام عليكم وأنا خارج بالحرم بعد الإشراق الصباح، فإنه يطالع فيه ويوم عرفني قال من متى المعرفة؟ قلت يا أخي أنت مسلم وأنا مسلم ومأمورين بالسلام. ومن متى المعرفة؟ 3 كلمات. كان قلت عليكم السلام كلمتين أسهل من 3 كلمات. هنا قال كمان تتفلسف، يقول إني أتفلسف. قلت يا أخي ما هي فلسفة هذه، والله ماني أتفلسف ولكني أعلمك أن هذا حق ودين. قال روح أنت فاضي ما في شغل عندك. قلت وش اللي أشغلك أنت؟ الفول خلقك الله للفول بس ولا تقادر تقول عليكم السلام. المهم يوم شفته وإذا يبغى يأخذ علي حقة العلي يبغى يضربني إني أخليه. ليش يفهم الناس هذا الفهم؟ لأن الإيمان غير موجود. ولا لو يعرف أن هذا أخوه في الإسلام إنما المؤمنون إيش؟ إخوة العقيدة، إخوة الدين، إخوة لا إله إلا الله. من يوم أشوفه أسلم عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مو تسلم بس، تبتسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا لقيته وجهك مفتوح له يرجع البيت وهو هادئ النفس ويدخل فرحان. تقول زوجته ايش فيك؟ والله شوفك اليوم مبسوط. يقول نعم والله اني رحت السوق ولقيت الاخوان والجماعه كلهم ما شاء الله يضحكون لي ويبتسمون لي الله يوفقهم. لكن لو قابلته ولا سلمت عليه، وذاك قابله ولا سلم عليه، وذاك قابله ولا سلم عليه، او سلم ولا رد السلام، وراح البيت زعلان ايش؟ قال والله الجماعه كلهم قاطعيني، فلان والله اني قابلته وانه كانه حنش يبغى ياكلني، الله يجعلها في وجهه، الله ينزل عليه ويدعي عليك الناس. لأنك ما قلت السلام عليكم؟ يا أخي قل السلام عليكم، هذه سنة الإسلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قالوا وعليك السلام، وإنه قال 10. بعدين جاء ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله، قالوا وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال 20. جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال 30. فلما انتهى قال ايش 30؟ قال الأول قال السلام عليكم له 10 حسنات، ذاك زودها ورحمة الله له 20 حسنة، والثالث زودها وبركاته له 30 حسنة. طيب ليش
يضيع هذه 30 حسنة؟ الحسنة الواحدة يوم القيامة خير من الدنيا وما عليها. يأتي الرجل وقد انقطعت ذهره وقد ذبل وقد أحرقته النار، يجي عند ولده يقول يا ولدي أسألك بحق أبوتي عليك حسنة أتبلغ بها ترجح ميزاني. يقول الله ما أقدر، نفسي يا أبوي، إلا أسألك بحق أبوتك إنك كنت رعيتني وإنك تهب لي الحسن. فيعود يشرد منه. يوم يفر المرء، ليش الواحد يفر؟ لأنه ما حد يعطي أحد شيء، كل واحد يشرد. حسنة ضيعها 30 حسنة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها ويرى ظاهرها من باطنها شفافة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لمن أدام الصيام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. وكان بعض السلف يخرج إلى الأسواق ليس له غرض إلا التماس السلام، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. حتى في التليفون يا أخي سلم. لكن ضيع الناس هذه السنة، يرفع السماعة ويقول هلو. إيش الهلهلة هذه؟ تدري شو معنى هلو؟ هي تحية الكفار، يعني مرحبا. لا، ما في هلو عندنا. أرفع السماعة السلام عليكم. قال هلا، قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال مرحبا، قلت السلام عليكم. كررتها 4 مرات. قال ايش يا اخي؟ قلت قولوا عليكم السلام. قال اسف وعليكم السلام. قلت بعد ايش يا اخي؟ وعليكم السلام دعاء، لكن هلا هذه تبغى تهلهلني؟ ايش الهلهله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اجل اذا ابتسمت باخيك المسلم انت عابد. واذا امت الاذى عن الطريق، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في البخاري الإيمان 60 شعبة، وفي بعض روايات الحديث 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. شعبة من شعب الإيمان، من شعب الدين، رغم أنها شغلة البلدية ما هي شغلتك، لكن الدين يجعل لك مجال في كل شيء علشان تجد فيه أجر. وانت ماشي بالشارع شفت زجاجة ولا بزازة ولا مسمار ولا حديدة ولا قشرة فاكهة وشلتها وحطيتها في صندوق النفايات، أنت بهذا تعبد الله. أكلك وشربك عبادة. إذا أكلت بيمينك وسميت الله وقلت مما يليك يتحول هذا العمل إلى عبادة. يقول أحد السلف إني لا أحتسب على الله نومتي وقومتي وأكلتي وشربتي. إذا جيت تنام على فراشك مستقبل القبلة طاهرة ذاكرة ناويا أن تقوم للفجر، ثم سميت ووضعت جنبك، من يوم تغمض عينك إلى أن تستيقظ وأنت في عبادة. فإذا استيقظت وذكرت الله وقلت الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله، أنت في عبادة. أجل يا أخي العبادة هذه ليست مقصورة فقط على الشعائر. الشعائر أصول وأركان وأعمدة، لكن العبادة كل شيء. أنت تاجر، تستطيع تكون تاجر تعبد الله بالتجارة، تجلب أرزاق العباد وتصدق في الكلام ولا تزود الأسعار ولا تغش ولا تكذب، أنت عابد. أنت موظف، تستطيع أن تكون بالوظيفة في عبادة، تأتي مبكر وتنصرف متأخر وتتواجد باستمرار في العمل، وبعدين إذا جاءك المراجع تخدمه وتبش في وجهه وتحقق رغبته وتبحث عن غرضه في أي فرصة من فرص النظام بحيث تسهل أمره، لأن من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم شق الله عليه. في الحديث في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ودعوة الرسول مستجابة: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به. ما تبغى ربي يرفق بك يا أخي، تبغى ربي يشق عليك، ليش تدور لأشد شيء وتعامل الناس به يا أخي؟ لو أنك كنت في الموقع نفسه كان تبغى واحد يعاملك بالمعاملة حسنة. أجل أنت موظف، إذا جاءك المراجع قم له، صافحه، جلس جنبك، حياك الله، كيف الحال يا أخي، عساك طيب، كأنك تعرفه. وبعدين أي غرض أي خدمة وش عندك من لازم، ترى احنا حاضرين. قال والله لي معاملة عندكم وما أدري والله فين هي، منين جت؟ قال يا أخي جت من فلان، من إدارة فلان، أو من مثلا مكان فلاني. عندك رقم؟ لا والله ما عندي رقم. طيب متى يا أخي، حدود كم، شهر شهرين 3؟ والله ما أدري. طيب وش اسمك؟ عطني اسمك. وتقوم من ماسكك وتفتح الدواليب وتطلع السجلات وتدور للمعاملة وتخدمه. ايش تتصور ايش أثر هذا الكلام في قلب هذا المسكين؟ حتى لو ما قضيت لازمك، إذا شافك تعبت قال خلاص والله إنك قضيت لازمك، الله يوفقك. ويخرج برا يصيح عند أهله يقول الله يجعل له خير، الله يوفقه، الله يفتح له أبواب رحمته، الله يبارك له في حياته. لكن بعض الموظفين والعياذ بالله مثل الشيطان الرجيم،
إذا جاء المراجع من هناك ليه؟ لأنه يبغى يقرأ الجرايد، ولا يبغى يدق ثرثرة بالتليفونات، ولا يبغى يملص من العمل، فمن يوم يجيه المراجع يزعل. فإذا جاء قال ايش تبغى؟ ايش فيه؟ المسكين المراجع ضعيف، يبغى يقضي معاملته، ما يبغى يسوي مشكلة مع هذا. قال لي معاملة عندكم، جت من إدارة، قال فين الرقم؟ قال والله ما عندي رقم. هذا مسكين جاي من القرية ما يعرف أرقام ولا شيء. قال ايش تبغاني؟ أنا موظف علشانك بس؟ تبغاني أقعد أقلب المعاملات كلها؟ عندك رقم ولا ما عندي شيء؟ قال ما عندي رقم. وخرج ايش يقول؟ قال الله أكبر عليه هذا العفريت، الله يجعلها في وجهه، الله ينزل عليه. الله الله، ليش طيب تسوي هذا يا أخي؟ أنت بهذه الوظيفة تستطيع أن تكون عابد لله. أنت إذا كنت مزارع تستطيع أن تكون عابد بالزراعة. تدري أن عمل الزراعة إنه عبادة؟ ما من طير يشرب ولا من طير يأكل ولا من حيوان يجد من هذه المزرعة إلا ولك أجر. وبعدين أنت تعتمد على الله وتجلب أقوات العباد فلك أجر، لكن يجب أن تكون عابد بالمعنى الصحيح. أجل أيها الإخوة، العبادة التي خلقنا الله عز وجل لها بمفهومها الشرعي تغطي كل شيء في حياتك، حتى مباحاتك وشهواتك وعاداتك وأعمالك. بس صحح الاتجاه واضبط الموجة، خليها كلها لله، يعطيك الله ثواب على كل شيء. لكن أيها الإخوة، وما أصعب، لكن لم يكن لدى الإنسان فرصة أن يعبد الله في ظل وجود المعوقات. هناك سدود وحوائط وجدران وكثبان وقفت في سبيل الناس واستهلكتهم بالكامل، وما بقي عندهم إمكانية أن يعبدون الله وأن يحققوا الغرض الذي من أجله خلقهم الله. لأنك أنت أيها الإنسان طاقة إذا استهلكت في جانب كانت على حساب الجوانب الأخرى. أنت لك وعاء اسمه العمر، هذا الوعاء أعطاك الله وطلب منك أنك تعبيه بالعبادة، فإذا عبيته بشيء ثاني ما بقي في الوعاء مكان. الآن إذا أردت أن أشرب في هذا الكوب وهو مملوء بالتراب وأبغى أشرب لبن فيه، فما الذي يلزمني؟ أن أكب التراب وأنظفه وأحط لبن وأشرب. لكن لو جيت والتراب مملوء إلى هنا وجاء واحد يبغى يصب اللبن وقال نظفه، قلت لا، صب اللبن ما يهم، إنه يوسع إن شاء الله، وصب اللبن على التراب، ماذا يحصل؟ لا يبقى لبن، ما عاد يصير لبن، يصير تراب باللبن. هل أشرب منه؟ ما أستفيد منه، رغم أنه لبن، لكن الوعاء مملوء بشيء خربان ما يصلح. أجل ما الذي يلزمك إذا أردت أن تكون عابدا؟ أولا أن تنظف هذا القلب وأن تخلي هذا الوعاء ثم تضع العبادة. أما أن تشغله بشيء ما هو بعبادة ثم تجي تبغى تحط العبادة تزاحم، أنت تفسد العبادة، لأنك تضعها في إناء غير فاضي، إناء ما هو لها، تضع قبلها أشياء ما هي لها. هذه المعوقات أيها الإخوة استهلكت الإنسان وقضت على وقته وعلى طاقته وعلى فكره وعلى جهده، ولم يعد له تفكير إلا فيها، ولم يعد وقت إلا فيها، ولم يعد عنده صرف إمكانيات إلا فيها. والعبادة شيء ثانوي، إن بقي وقت حط على العبادة، وإن راحت الأوقات فالعبادة ما هي مهمة، على هامش البرنامج، صلب البرنامج للأشياء هذه المعوقات. وقد تأملتها وهي كثيرة، ولكني استطعت أن أحصرها في 7 معوقات. هذه المعوقات ال7 هي شغل الأمة الشاغل، حتى لكأن الله ما خلق الأمة إلا لل7، رغم أنه بالاستقراء والنظر في تاريخ الأمة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم تكن هذه ال7 تشغل أي فراغ في حياة الأمة، كانت على الهامش. أما اللي كان يشغل الأمة العبادة، الدعوة، العلم، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، وهذه ال7 ما رفضتها الأمة، ولكن أخذت منها بمقدار الجرعة الدوائية. أنت الآن إذا ذهبت إلى الطبيب واشتكيت عليه من مرض أو علة وكتب لك علاجا 20 حبة وقال لك هذه الحبوب تستعملها لمدة 10 أيام، كل يوم حبتين، حبة في الصباح حبة في المساء، يلزمك أن تتقيد بتعليمات الطبيب إذا أردت العافية بإذن الله عز وجل، ولا تنتظر العافية إلا بعد 10 أيام لما ينتهي العلاج، لأن بعض الناس يبغى يأخذ الحبة ويكون لها أثر في اليوم الثاني، ما هو معقول، لا بد من انتهاء الجرعة. فواحد من الناس مستعجل قال أقعد 10 أيام مريض،
ما هو 10 أيام باخذ بها 20، ليه ما أخذ 20 ذا الحين؟ وليش أقعد أعاني من المرض 20 يوم أو 10 أيام؟ فأخذ 20 حبة وشربها. إيش تتحول هذا الدواء؟ يبقى دواء ولا يصير داء؟ هو دواء، صح دواء، لكن استعماله غلط، فتحول من دواء إلى داء ويموت. اللي يأخذ جرعة غير مناسبة طوال يتحمل مسؤوليته وقد يفقد الحياة. ليش؟ لأنه تناول الدواء بشكل غير صحيح. هذه الأمور السبعة أيها الإخوة هي كالدواء، والله تبارك وتعالى أمرنا بها لكن بجرعات شرعية، فتركنا الجرعات المحددة شرعا وتناولناها دفعة واحدة فتحولت من دواء إلى داء، فقعدت الأمة وتحطمت الأمة، بل ماتت متأثرة بداء هذه السموم السبعة. ما هي هذه السموم؟ أولا المعوق الأول المآكل، الأكل. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن من يرى حالة الأمة وهمها الأكل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون. اهتمامات المرأة أكل، اهتمامات الرجل أكل، اهتمامات الأولاد كلهم أكل، الأسواق مملوءة بالأكل. تمر على المطاعم وعلى الشوارع فتجد اللوحات طويلة عريضة مضاءة. أنا قرأت لوحة 20 متر ما خلى صنف من أصناف الأطعمة حتى الغربية، بروست، همبرجر، ايش اسمه، بيتزا. قلت ايش هذه أكلات الكفار ما كفتها أكلاتنا نحن. لا إله إلا الله. وتدخل في كل شارع لتجد هذه اللوحات. ايش بالأمة؟ مسكينة الأمة جائعة ما عندها أكل، تأكل لكن تأكل بغير الجرعة الشرعية. الجرعة الشرعية يقول الله في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا، هذا أمر الله نحن نأكل، واشربوا، هذا أمر الله أن نشرب، لكن القيد، إيش القيد؟ ولا تسرفوا. هل الأمة الآن تأكل وتشرب باقتصاد أم بإسراف؟ على مستوى العزائم؟ لا، على مستوى البيوت. ما من بيت من بيوت المسلمين إلا والذي يترك في السفرة أكثر مما يؤكل. يكسر القرص ويؤكل ربعه وثلاثة أرباعه تبقى في السفرة، تشقى في التفاحة ويؤكل ربعها ولا نصها ويبقى نصها، يؤكل من اليدان من طرف الصحن والباقي يقعد يكب، والرز يؤكل من أطراف الصحن والباقي يكب. وبعدين فين تذهب هذه النعم؟ مكانها. المرأة وهي جالسة عشان ما تتعب تكب كل هذه النعم، تكب الرز ثم تحط اليدان ثم تحط عليه الفاكهة ثم تحط عليه العيش وتشله بالقرطاس وتوديه فين؟ في الزبالة. وما من يوم تشرق فيه الشمس إلا وأمام كل شقة وكل بيت من بيوت المسلمين جرام وزبالة سوداء مملوءة. إيش هذه؟ مملوءة نعم. لو فتشت جت الرز واللحم والفواكه والخضار والعيش، نعم هذه. الرجل يطلع زنبيل والمرأة تنزل زبالة، وضاعت الأمة بين الزنبيل والزبالة مثل الحمالين، بس زنبيل يطلع وزبالة تنزل. هذه حياة الأمة. هل هذا كان معروف في عهد السلف؟ إلى قبل 40-50 سنة هل كان في زبائن عند المسلمين؟ ما كان يخرج شيء من البيت. وش اللي يخرج؟ كسرة العيش يحطونها في مكان هناك عشان يأكلها اللي يجي ضيف ولا يجي جائع ولا راعي ولا. لكن نأكل ونشرب بإسراف، فخالفنا رأي الشرع في الأكل والشرب. الله أمرنا أن نأكل ونشرب وأن لا نسرف. وبعدين القيد الثاني على الأكل أن نأكل ونشرب ونشكر الله. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وخلاص لا، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا قيد. إيش الشكر؟ بعض الناس يتصور أن الشكر يعني أنه إذا شبع قال الحمد لله والشكر لله. ليس هذا هو الشكر. هذا الشكر لفظي. الشكر الشرعي 3 أقسام. أولا التحدث بالنعمة ظاهرا، والإقرار بها باطنا، واستخدام هذه النعمة والاستعانة بها على ما يرضي المنعم جل وعلا. هذا هو الشاكر.
لكننا نشكر باللسان. ويأكل الواحد من يملأ بطنه ثم يقوم يستعين بالنعمة على معصية الله، يقوم يسهر على الأفلام والمسلسلات، أو يروح يفحط في الشوارع. ليه؟ لأنه شبعان. هذا اللي يفحط والله لو أنه جائع ما يفحط، إنه يروح يدور لقمة العيش. نعم، لكن شبع، والعير إذا شبع نهك. وهذا من العيور البشرية التي لو عنده يقين على الله ما سوى هذه الشغلة التي يروع فيها عباد الله ويستهلك قدرات الأمة فيما لا مصلحة منه. ليش تعمل هذا؟ بس. لكن لو انه جائع كان ماذا يصنع؟ كان يروح يدور له لقمة عيش يأكلها علشان يحمد الله تبارك وتعالى. أجل القيد الثاني أن نشكر الله على هذه النعمة. والقيد الثالث قال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فكلوا من الطيبات، لكن اعمل صالح. استعن بهذه الوجبة على قيام الليل، استعن بها على الطاعة، استعن بها على ما يحبه الله ويرضاه. أما أن تستعين بها على المعصية فجل ليتك ما كلت. أنت كلت لتدخل النار، ما أكلت لتنجو من عذاب الجبار تبارك وتعالى. فالأكل أيها الإخوة أصبح مشكلة الأمة. في الصباح في الليل أول شيء تشاور زوجها إيش تبغى تفطر بكرة، فإذا اتفقوا على الفطور أفطروا، وإذا راح قام دقت التلفون وإيش تبغى نغديك اليوم، ويقعدون ربع ساعة في الغداء. وبعدين وإذا تغدوا قال طيب وش تبغى نتعشى هذا الليل، وهذه شغلتنا، إيش نتغدى وإيش نتعشى وإيش نفطر. ضاع الدين، لا إله إلا الله. وتتصل المرأة بالتلفون بأختها، ما تتصل بها عشان تعطيها آية ولا حديث، لا، تقول عندي طبق اليوم، طبق يهول، وتقعد نصف ساعة ويتعد لها الطبق. خذي مقادير كوب من كذا وملعقة من كذا وحطي على النار الدافية ثم النار الهادئة ثم حطي كذا ثم قليبه كذا ثم. الله أكبر يا هذا الفن وهذا العلم. ورأيت في المكتبات وأنا في مطار جدة في المكتبة رأيت كتابين، واحد ب200 والثاني ب200. قلت هذا تفسير ولا هذا كتاب ب200؟ الاثنين الجزء الأول والثاني ب400 ريال. ويوم شفت إذا الأكلات، فن الطبخ، الأكلات الغربية والشرقية والعفريتية والشعبية ما خلى شيء. ليش هذا كله؟ علشان بطنك، علشان هذا الأمصور اللي طوله 10 سنتي في 2 سنتي. تشغل نفسك هذا الشغل كله ليه؟ تدري كما يقول ابن القيم، يقول من كان همه ما يأكله فقيمته ما يبذله. تهمك بطنك بس، لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه الشريف حجر، وهو الذي لو أراد أن تسير الجبال ذهب وفضل سارت. ويخرج أبو بكر يوم وعمر خرجوا جائعين ما عندهم ولا حبة، ويوم شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم فكشفوا عن بطونهم، وإذا كل واحد على بطن حجر. يبغون يعلمون الرسول أنهم يعني بذلوا في الدين، فكشف عن بطنه الشريف وإذا بحجرين، ما هي حجر واحد. اللهم صل وسلم عليه. تقول عائشة مات آل محمد ما شبعوا من طعام البر. البر الآن اللي لو رحت بيتك وزوجتك سوت لك قرص بر ولا على صحن سلطة ضربتها، ليه ما تطبخين؟ ليه؟ فين الطبيخ؟ فين اللدام؟ فين الرز؟ فين البر هذا الذي ما يؤكل ما شبع منه آل محمد صلى الله عليه وسلم. وتقول عائشة في الصحيح، تقول كان يهل الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين 60 يوم ما يوقد في بيوت آل محمد نار. قال فما طعامكم يا أمه؟ يقول عبد الله بن الزبير قالت كان طعامنا الأسودين، الأسود التمر الأسود والماء الأسود. الآن هل النار توقد في بيوتنا ولا النيران توقد في بيوتنا؟ بعض الناس عنده موقد بوتاغاز فيه 10 عيون. ليش هذه كلها؟ قال واحدة للمقلي وواحدة للمشوي وواحدة كل قدر ينخط. والمرأة تشوفها في حالة استنفار على قدم وساق، والخادمة من هنا، وهو حتى بعضهم يطبخ خاصة في رمضان. ليش هذا كله؟ علشان هذا البطن. أجل الأمة خلقت لتأكل ولا لتعبد الله تبارك وتعالى؟ هذا معوق. قد يقول قائل من الناس يا شيخ إنك يعني تبغى نمنع الناس من النعم. لا ما نقول نمنع الناس، لكن بالمقدار، بالجرعة الشرعية، لكن باقتصاد وبدون إسراف. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يحدد لأمته المقدار الشرعي في الأكل، يقول ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه. ثم قال بحسب ابن آدم، غلقوا الحديث، لقيمات، تصغير لقمات، ما قال لقمات، ما هي لقمة تحطها مثل كانت تراجم لك واحد، لا لقيمات يعني صغار. وش هذه تسوي؟ قال يقيمنا صلبة، ما هي تملأ بطنها تنفخ كرشة، لا تقيم صلبك خليك تعيش بس، قوت لا تموت. قال فإن كان لا بد آكلا، إذا عين لا يأكل فقسم بطنك 3 أقسام، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. اترك ثلث للهواء وثلث للماء وثلث للطعام.
طيب كيف تعرف أنك مليت الثلث قبل الشبع؟ ملء الثلث قبل أن تشبع، فإذا شبعت مليت 3 هلال. ولهذا بعض الناس يشبع ثم ما عاد يجد مكان للماء فيدحس بالماء، ثم لا عاد يجد مكان للهواء فتراه في المجالس ما غير يقبع. هذا كله الهواء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فجلس يتجشع وهو قاعد يتجشع، قال أقلل يا هذا من جشائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا يوم القيامة. تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. ملايين من المسلمين يموتون جوع ونحن نبعد ونرميها بالزبائن. وإذا قال الرجل لزوجته وفري، هذه 3000 ريال مصاريف الشهر، هذا 3000، لكن شوفي يوم نبغى نوع معين، اليوم الثاني نوع ثاني، اليوم الثالث نوع ثالث، ويوم ما نبغى أي طبيخ إلا بس خبزة وشاهي، ويوم خبزة وسلطة، ويوم خبزة وبيض، بس تربيها. والفلوس هذه ما تردينها لي، لأن بعض النساء تقول والله ما وفرها، والله لا أنت في ريشة، ليه؟ قالت أخاف يتزوج علي، فتشوفها ترمي بالنعم في الزباين والعياذ بالله. لا، أعطها أشعرها بالأمان، قل أول شيء ماني بتزوج، الله يبقيش أم محمد وفيه بركة إن شاء الله. لكن والفلوس ما أبغى ترجعينها لي، خليها عندك، وبعد آخر الشهر كم صرفنا 800 ريال، باقي كم من 3000؟ 2200. هيا الله تفضلي. وأخذ السيارة وراحوا إلى أسواق الغذاء وعباله 10 أكياس سكر و10 أكياس رز و10 أكياس مثلا دقيق و10 بال2000 ذي، ثم مر على الأسر الفقيرة ونزل عند هذه كيس وعندي كيس وعندي كيس وعندي كيس. هذه أحسن ولا يحطها بالزبالة يا إخواني؟ لكن أين عقول الأمة؟ هذه صعبة. ليه؟ لأنها لله. الذي يروح في يد الله ما نبغاه، واللي يروح في يد الشياطين وفي يد المراءة يذبح الرجل للضيف، الضيف واحد يذبح لها 3 خرفان ويعزم 4. أنا مرة جنيت على عزيمة فيها 3 خرفان وعندنا 6 أنفار، كل 2 على خروف، وقمنا نمخشها بس مخشة كذا بس. كان يكفينا دجاجتين يا 6 أنفار، وتقعد الخروفين هذه ولا 3 خرفان ترسل للمجاهدين وللإخوان المساكين، تنفق في سبيل الله، تطبع بها الكتب، تبنى بها المساجد، تصرف في مجالات الخير يا أخواني، مجالات الخير كثيرة. لكن إيش بك؟ أذان ما قد عدني في الأول. هذا المعوق الأول. المعوق الثاني المشروبات. هذاك المآكل معوق طلع لنا جديد الحين وهو المشارب، وهذا جديد على الأمة. ما كانت الأمة تعرف إلا شرب اللبن والماء، واللي غني يشرب عسل، لكن الحين استحدث من كل شيء شراب، وهذا من الترف. ووقفت مرة في أمام عصارة في جدة وبعض الإخوان يشترون، فعديت أنواع العصير طلعت 25 صنف، من ضمنها عصير استغربته، عصير الجرجير. قلت بكم؟ قال 9 ريال. قلت ايش الجرجير؟ قال الجرجير اللي يعرفون الناس يأكلون. طيب سبحان الله العظيم، ليش عصير برتقال؟ طيب أفلح البرتقال وأكلها، ليش أعصرها؟ ليه عصير شمام؟ ليه عصير عنب؟ ليه؟ ما هي فاكهة هذه تؤكل، لكن الواحد ما يبغى يأكل، يبغى يخليها شراب علشان يدعس بها على الأكل الأول. هذه مصيبة يا إخواني. فلا، هذا معوق. اشتغلت المرأة بالعصارات، واشتغل الرجل بالشراء، واشتغلت وذهبت فيها الفلوس، وصرفت فيها الأوقات، وذهب فيها التفكير، وكأن الأمة ما خلقت إلا لتأكل وتشرب. والله يقول من شأن الكفار: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. نحن ما خلقنا للأكل أيها الإخوان، وما خلقنا للشراب ولا للمتاع، خلقنا للعبادة. ونحن نأكل لنعبد الله ونشرب لنعبد الله، لا لنتعطل عن عبادة الله بالأكل والشرب. هذا المعوق الثاني. المعوق الثالث الملابس. الله أمرنا باللباس وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا ريشا ولباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله أمرنا باللباس وقال فيه لباس أفضل، وهو لباس إيش؟ التقوى. البس تقوى الله. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، فخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. ليس الجمال بأثواب تزينها، إن الجمال جمال الدين والأدب. والله لو لبست الحرير والديباج وأنت ما عندك إيمان أنك أشوه مخلوق على وجه الأرض، والله لو لبست الأكياس والأسمال البالية وعندك حقيقة الإيمان والدين إنك أجمل من على وجه الأرض. إن جمال الرجل ليس في الثياب وليس في التفصيل الغالي
جمال الرجل في عقيدته، في مروءته، في شهامته، في دينه، في غيرته على دين الله. هذا هو الجمال الصحيح. لكن استغرق الناس في قضية الملابس، وسمعنا بأنهم يفصلون الآن ملابس للرجال ب3000 ريال في الرياض، وسمعت آخر يقول اشترى حذيان ب1500 ريال. ليش؟ قال بوز. الله أكبر. وآخر اشترى طاقية فوق راسه ب150 ريال. قلت ليش؟ قال تولع. يقول تولع يعني من تحت، لأن راسه مطفي، هو يبغى لها قبعة تولع له. والقبعة قبعة إذا شريت أنا واحدة ب5 ضامني راسي، لأنها تحت القدرة، لا هي تطلع ولا حد درى عنها، ودها ب50 ولا ب100 ولا ب5 ريال. فليش المباهاة هذا؟ لكن إسراف، استغراق. يصعب عليه أن يشتري كتاب أو يضع ريال في يد فقير، ولا يصعب عليه أن يشتري ثوب بأغلى الأثمان. وتمتد اللوثة بأقصى صورها وأعنف معانيها إلى النساء، إلى أخواتنا في الله. وبدأنا نرى في كل شارع مشغل، ما هو مشغل بل مئات المشاغل، مشغل أكثر من البقالات. وفعلا من سماه مشغل فهو صادق، لأنه أشغل النساء. ما مع المرأة شغلة إلا الملابس. تذهب تجدهم كالذبان واقفين على نفس الخياط، والدفتر تقلب، وأبغى الموديل ذا وأبغى الموديل ذا وأبغى اللون، وتستلم راتبها 6000، وتبخل على زوجها بريال في مصاريف البيت، وتخرج تشتري عشرات القطع بعضها ما تلبسه، وإذا لبسته مرة رمته. ليه؟ قالت قد شافوه علي، ولا حد قدر عنها ولا عن شطفها. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. المعوق الرابع، وأضيف على المعوق الثالث، مسألة الملابس عند النساء. هذا مهم جدا، ولا بد لأخواتنا في الله من المراجعة للنفس، ومن الخشية لله والخوف منه، والاكتفاء بما هو ضروري وما تدعو له الحاجة. ولا داعي للمباهاة والمفاخرة والمغالاة في الملابس، بل تستر نفسها المرأة بما تيسر، وتتجمل بهذا الملابس للزوج، وتنفق البقية من المبالغ فيما يكسوها من حلل الجنة إن شاء الله يوم القيامة. أما أن تستهلك مبالغها الطائلة في الملابس ثم تموت وهي عارية من الحسنات وعارية من الثواب، فما تغني عنها هذه الملابس شيئا. يقول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. المعوق الرابع معوق المراكب، سيارات. وهذه لعبة لعبتها علينا مصانع السيارات، اسمها لعبة الموديلات، لأنهم يعرفون أن رؤوسنا تنك خفيفة، فصنعوا لنا من هذا الحديد وزودوا بعض الميزات في بعض الموديلات، أو صبغوه أو وضعوا بعض الأشرطة أو بعض الألوان على الجنب، بحيث كل من عنده سيارة ويضع موديل جديد يرى أن سيارته الأولى تافهة وأنها قديمة وأنها ما عاد تصلح، فيروح يبيعها بأقل من نصف الثمن، ثم يستدين ويشتري جديدة، وهكذا حتى أصبحنا سوقا استهلاكية لجميع مصانع الدنيا. والمفروض أن نكتفي وأن يقتصر الإنسان على سيارة وأن يضمها في الحفيظة، ما عاد يبيعها إلين تموت ولا يموت هو. أما كل يوم سيارة وكل يوم موديل وكل يوم، وإذا صار في قطعة خربة ترميها، لا يا أخي، هي السيارة مجموعة قطع، إذا خربت قطعة بدل قطعة. ما هو معناته إذا خربت قطعة إن خربت السيارة كلها، السيارة ما هي فيها عشرات آلاف القطع، فكل ما تخرب قطعة بدل قطعة وبس، واستخدم سيارتك. وترى الجديدة والقديمة كلها تمشي على 4، وهم 200,000 أو 300,000 وهم 40,000 تراها سواء. بل كلما زادت قيمة السيارة كلما زاد تعقيد صنعتها وكثرة عطبها وخللها. واحد اشترى سيارة ب180,000 يخبرني، قلت ايش فيها ب180 يا أخي؟ ليش ما أخذت لك واحدة ب40-50,000 وارسلت الباقي تشتري بها سيارة ترسلها للجهاد أو للدعوة إلى الله في الدول المسكينة؟ قال لا، هذه سيارة فيها 400 براءة اختراع. قلت ايش براءة الاختراع؟ قال كل الأجهزة أوتوماتيك. يقول حتى هذه اللي وراء الرأس، هذه اللي يتك الواحد عليها، يقول إذا بغيتها تتقدم ولا تتحرك أضغم زر كذا، تقول براسي كذا ترد لي كذا. قلت ليه أنت ماكينة أنت ولا آدمي؟ يعني ما تبغى حتى تحرك رقبة كلها بواحد بزر يدقك؟ لا إله إلا الله. تعطيل لطاقة الإنسان، يعني يركب وهو بالزر، ويصك بالزر، يشغل السيارة بالزر، تتقدم الكرسي بالزر، يطلع، يعني أصبحنا أزرار بس. وتعطلت حياة الناس بالأزرار أيها الإخوة. وكل ما عطلت جهد في يدك كل ما ذهبت الحاجة منه، وبالتالي تتعطل أيها الإنسان. فهذه المراكب
أيضا معوق من معوقات الطاعة والعمل الصالح. بدأ تفكير الناس كلهم ما في واحد الآن إلا مديون. ليش؟ قال أقساط. أقساط ماذا؟ السيارة. ليش تأخذ سيارة ب70,000 و80,000؟ ليه ما تأخذ سيارة ب20,000؟ قال لا هذه قديمة مديرة. طيب قديمة مديرة لكن ما عندك فلوس. إذا عندك فلوس تملك واحدة، لكن تشتري بالدين وتقعد تحت طائلة الأقساط ومهدد بالأقساط كل شهر علشان تمشي بسيارة تجخ بالبق، ما معك شيء كلها ديون. هذا من ضلال العقل والعياذ بالله. والدين هم بالليل ومذلة بالنهار. المعوق الخامس معوق المساكن والمباهاة بها والمفارش يعني الستائر وغرف النوم الطويلة العريضة والمجالس اللي ما تشوف طرفها. هذا كله مما لا يرضي الله تبارك وتعالى لأنه إسراف. الفراش 3، فراش لك ولضيفك والثالث للشيطان. كذلك الغرف اللي ما يجيها أحد لا تنام فيها أنت ولا ضيفك ولا عيالك، ما ينام فيها إلا إبليس. والشياطين الآن ما عاد تربد في الصحاري ولا في القفار، قد تربد في العماير. وبعض الناس يصيح يقول الله أني أسمع فوق دمك فوق بيتي. طبعا لأنه ساكن تحت وفوق الغرف، يدخل الشهر ويخرج ما فتحها ولا دخل عليه واحد. أي نعم. تضطر الجنة تسكت ما دام قدوا بيت بلاش. أي نعم. فيا أخي لا تباهي ولا تفاخر ولا تستهلك أموالك فيما لا فائدة له لا في الدنيا ولا في الآخرة. المعوق السادس معوق خطير جدا يجمع كل المعوقات، وهو معوق المناكح، الزواج. اعتبره المسلمون شغلة وعدوه مشكلة، وهو في نظر الشرع من أبسط ما يكون. شاب مسلم يبحث عن زوجة مسلمة فيأتي إلى والدها ويخطبها منه، فيقول هات العقد، ويعقد له على فنجان قهوة، ثم يذبح شاة واحدة ويقول هات أهلك وقاربك وأنا أدعي أهلي وقاربي ويأكلونها وخذ مرتك من نفس الليلة. انتهى. هذا هو الزواج بالشرع. لكن عقده الناس فعقد الله عليهم. أصبح الزواج مشكلة. مواعيد أول شيء للمفاهمة الأولية، ومواعيد للخطبة، ومواعيد للملكة، ومواعيد لأخذ موعد الزواج، وقصر أفراح، وفندق ضخم، وكساوي، وذهب يحمل حمار. مرة كنت أعقد لأحد الناس فجاءت بزوجة بكشف من بنته، قال هذه الصيغة طلبتها البنت، أنا والله ما لي فيها علاقة، هذه طلبت النسوان وهو اللي يملاها، هو اللي يملي البنت. ويوم جينا وإذا به يقول رش درع كث أشياء ما أعرف اسمها. ومن ضمن اللي لفت نظري 12 قرط. 12 قرط. قلت له كم عند بنتك مسامع؟ عندها مسمعين مثل المسلمين ولا عندها 12 مسمع؟ قال لا عندها مسمعين. قلت أجل ليش تطلب لها 12 قرط؟ قال لأمها ولأخواتها ولعمتها. قلت طيب وش دخل هذا بأمها وأخواتها وجدتها؟ هو بيتزوج بهذه يعطيها قرط لها لمسامعها عشان يشوفها هو. أما أمها عطها أنت، وأخواتها عطهم أنت، وعمتها يعطيها زوجها. يعني شركة مساهمة هي، لازم تكسي الجميع كلهم، جدها وجد جدتها وعم عمتها وخالتها وزميتها وقريبتها حتى ينتفون ريشه ويخرج من الزواج وعليه هموم وديون لا يعلمها إلا الله. هذه مشكلة أيها الإخوان. وكان الأولى بالمسلمين أن ييسروا أمر الزواج. يقول عليه الصلاة والسلام أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. إذا أردت أن يبارك الله في بنتك ويرزقها بزوج صالح وتعيش سعيدة معه، يسر أمر النكاح، وادع الزوج حتى لو دعيت أنت إذا جاك، وإلا دعه إذا كنت تبغاه. أي نعم. ثم خذ منه يسير المبلغ، ما يكفي للمؤونة بس، ولا داعي لقصر أفراح، ولا داعي للولائم، ولا داعي لطبع 1000 كرت، ولا داعي لسلسلة من السيارات وأنوار وسرادقات. ليش الكلام هذا كله؟ من أمر به؟ إنه أمر الشيطان. أمر الله لا بد أن يكون مقتصر ويكون ما في إسراف ولا يكون في مباهاة. وبعدين خذ زوجتك وخذ تمشي من ليلتها وانتهى الموضوع، ترتاح أنت ويرتاح تريح الناس. لكن الناس شددوا على أنفسهم فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما المعوق الأخير فهذا لم يكن معروف ولا عرفته الأمة إلا حينما تخلت عن قيادتها وضيعت هويتها واشتغلت بغير رسالتها. إن هوية الأمة أنها أمة الدعوة، ورسالتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وش تسوون؟ تأكلون وتشربون؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو وظيفة الأمة. لكن لما ضيعت هذه الرسالة وضاع العلم وضاعت الدعوة، اشتغل الناس بالست المعوقات، وبعدين بقي وقت فاخترعوا شيء وهو الملاهي، فأصبح له هذا سمة الأمة. يلهى الرجل ويلهى الولد، تلهى المرأة، تلهى البنت، له في كل مكان. حتى الرجل الكبير بدل أن يأخذ ولده إلى المسجد
أصبح الولد يأخذ أبوه يقول هيا يا أبوي إلى الملاهي، فيروح الأبو مع الولد إلى الملاهي. ورأيت بعيني رجل بكوته وعقاله راكب في الملاهي في هذا اللي يدور وفوق هناك يدور مع ولده، وآخر جالس يلعب مرجحة مع الأولاد. لهو في الملاهي، ولهو في البيوت على الأفلام والمسلسلات، ولهو على البلوت والمنكرات، ولهو في كل صور الحياة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة القرآن، يا أمة الإيمان، كيف تلهون؟ عجبت للجنة يقول عليه الصلاة والسلام كيف ينام طالبها، وعجبت للنار كيف ينام هاربها. كيف تلهو وتلعب بلوت وانت ما تحفظ القرآن؟ واحد يقول أنا ألعب بلوت علشان لا أتكلم في الغيبة والنميمة، هذا يمنعني من الغيبة والنميمة. قلت عيا من الحرمة وشر مرقتها. من قال لك تغتاب وتنم؟ لا تلعب بلوت ولا تغتاب ولا تنم، وإنما اقرأ القرآن واحفظه، اقرأ السنة وأتقنها، تعلم باب من أبواب العلم، تعلم باب من أبواب العلم الآخر، اقرأ في الطب، اقرأ في الهندسة، اقرأ في الأدب، اقرأ في التاريخ، اقرأ في الجغرافيا. ثقافتنا ضحلة يا أخواني، معلوماتنا تافهة، ومع هذا نلعب بلوت. وأما ثقافة البلوت فنعم ما شاء الله، يقول الله حريف، الله أنطلهم واحد واحد. وإيش هي ثقافة البلوت؟ قال شايب وبنت وولد وصن وكبوت. هذا اخترعنا صاروخ بهذه اللعبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومتى؟ من بعد صلاة العشاء بعضهم إلى الفجر، وهو رافض زوجته وأولاده، أولاده ما يذاكرون، وبلداء في المدارس، وزوجته مسكينة تعيش معها في عذاب. وتأتينا مئات المكالمات من النساء يشكون إلى الله أزواجهم ويقولون والله ما نراهم إلا وهم قطعة بالية. يجي يتملق من ضرب الأرض وهو يضرب الأرض بيده، يرجم نفسه على الفراش. الضحكة والسمرة والمؤانسة لزملائه، والمسكينة محرومة. بينما الشرع يجعل السمرة للمرأة. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن، يقول كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا ثلاثة: لهو الرجل مع امرأته، ولهو الرجل مع نبله، ولهو الرجل على فرسه. لهو الرجل مع امرأته علشان تدوم العشرة ويسود الوئام، لأن ما هو ناقص عليها في بيتها لها أكل ولا شرب، ينقص عليها العشرة واللهو معها والسمرة والمؤانسة. وليست القضية قضية جنس بحيث لا يأتي الإنسان إلا كما يأتي الدابة، لا، كما تأتي الدابة، إنما عشرة. هي تريدك أن تجلس معها وأن تسولف معها وأن تسمر معها، أما أن تسمر مع زملائك كل ليل وهي مركونة. بعض النساء لو ما عندها دين لبحثت عمن يسمر معها، ما دام أنك أخذت بلوت تأخذ هي بلا وموت. ليش؟ لأنك ما أعطتها حقها. ولكن المؤمنات يخافون الله ولا يفعلون هذا، ويتعلم الرماية ويتعلم ركوب الخيل حتى إذا دعا داعي الجهاد وإذا بحاضر. يا إخوتي في الله، نحن خلقنا للعبادة، وهذه المعوقات مطلوب منا أن نأخذ منها بالمقدار الشرعي حتى تكون دواء، فنأكل بدون إسراف، ونشرب بغير إسراف، ونلبس بغير إسراف، ونركب في غير إسراف، ونسكن في غير إسراف، وننكح باقتصاد، ونلهو باللهو المحدود المباح شرعا. وبعد ذلك نصرف ما تبقى من الإمكانيات ومن القدرات ومن الأوقات ومن التفكير، نصرفه في نصرة الإيمان والحق وفي نصرة الدين. وبعد ذلك إن شاء الله نسمى من العابدين حقيقيا، ونحقق الغرض الذي من أجله خلقنا الله بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم العبادة الخالصة والإيمان الصادق، وأن يدلنا جميعا على العمل الصالح. كما أسأله تبارك وتعالى في هذه اللحظة المباركة أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.